تصفحنا التاريخ البشري بدقة لم نرى فيه صفحة مليئة بالعجائب والخوارق والفانتازيا بالتعبير الحديث كما هو القرن العاشر قبل الميلاد، حيث ولد وعاش نبي الله سليمان عليه السلام. هذه الفترة التي كان فيها الجن والإنس يعيشان جنبا إلى جنب، والطيور والحيوانات والوحوش تشارك البشر الحروب، والعمالقة تقرع الطبول، وعفاريت تحقق ما يطلب منها سيدها، ومن يعصي يحبس في قارورة أو خاتم أو قمقم. لا شك أن هذا العالم ساحر وله جاذبيته الكبيرة، ولو لم يكن كذلك لما استطاعت الفنون الحديثة كالسينما المعتمدة على الفانتازيا في يومنا هذا أن تحقق شهرتها ونجاحها الهائلين. ما سأطرحه اليوم ربما سيسمعه بعضكم لأول مرة، إنهم يحاولون إعادة إحياء مملكة النبي سليمان والسيطرة على العالم من خلال التحكم بعفاريت الجن. قد يظن الكثير أنها خرافة، ولكن يتناسون أن إسرائيل أنشأت كيانها النووي فوق أطلال من الخرافات، ولم نسمع أحدا من الدنيا العريضة والواسعة من استهجن عليهم ذلك. فالخوض في الماورائيات ليس خرافة، بل هو علم بحد ذاته، كعلم البحث عن حياة في كواكب أخرى، وحيث لا يتعارض حديثنا مع ثوابت العلم وما أنزل في الكتب السماوية وأهمها القرآن الكريم. فأين الخرافة فيما سنقول؟ بل من الغريب أن نسمع أن دولا عظمى تمتلك أسلحة هيدروجينية باستطاعتها تدمير العالم عشرات المرات تحاول الاستعانة بعلم الماورائيات من أجل السيطرة على مقدرات الشعوب. لا بالعكس، ليس غريبا، فإن القدرة التدميرية للدول العظمى لا تعني السيطرة، وإنما تعني التدمير حرفيا. ولكن السيطرة تشتمل على إخضاع الشعوب وتغيير مفاهيمهم وإدخالهم في دائرة التحكم الكبرى، وإن كان يتطلب الأمر استخدام السحر والاستعانة بالجن. ربما هي صورة سريالية ومبهمة، ولكنها الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول وكيانات أخرى الاستفادة من طاقات الجن كما لم يسبق من قبل وعلى أعلى المستويات، حيث يقوم اليوم معهد ستانفورد للبحوث الأمريكية وبتمويل صهيوني على إحياء هذه الفكرة التي تبدو هوليودية بامتياز، حيث تجري اختبارات فائقة السرية والخطورة في محاولة لفك الغموض حول ملوك الجن الذين كانوا تحت قبضة نبي الله سليمان عليه السلام، ومحاولة الاتصال بهم هذه المرة عبر تكنولوجيا جديدة لا نعرف عنها سوى أنها وصلت إلى مراحل متقدمة، ولو عرفنا عنها أكثر لما وصفناها بالسرية. ولكن ما تم تسريبه منذ بدء هذه التجارب المدهشة والخطيرة، وأن إسرائيل تحاول الاستعانة بالملك دمرياط الصنديد الملقب بالطاووس، وهو زعيم الجان ووزير النبي سليمان، والذي أسهم في بناء الهيكل فيما مضى بحسب معتقداتهم، ولكنها لم تستطع إرضاخه لها لأنه زعيم الجن ولم يعد مضطرا لخدمة اليهود بعد وفاة النبي سليمان عليه السلام، حيث أصبح حرا. وهنا هي العقبة الكبرى التي تواجه الباحثين من أجل إرضاخ كبار الجان، وبطرق علمية وليس بالإعجاز الذي لا يملكه سوى من وهبه الله ذلك وهم الأنبياء وبعض الأولياء الصالحين، وإنما بطرق تكنولوجية لفك الشفرة الفسلجية للمخلوقات النارية اللامرئية، وهو ما سعت له مراكز البحوث الضخمة كمعهد ستانفورد للبحوث الأمريكية. ولكن وبعد سنوات طويلة استنفذت فيه المحاولات قل الاعتماد عليه لينتقل الاهتمام والتمويل الصهيوني إلى مشروع أكثر ضخامة، وهو مفاعل سيرن أو مصادم الهيدرونات الكبير الذي تم بناؤه على الحدود السويسرية الفرنسية في منطقة النائية، وبدأ تشغيله في 11 من سبتمبر عام 2008، وسيستمر العمل بالمصادم حتى عام 2030، يهدف لاكتشاف المادة الذكية المسؤولة عن تخليق باقي المواد في الكون، وهو الهدف المعلن. ولكن الهدف
والغاية التي لم يكشف عنها ولم يتم التطرق إليها ومحاولات استدعاء الشياطين واكتشاف سر الشفرة الفسلجية للجسم الناري وصولا لمآربهم في التسلط على ملوك الجان والسيطرة عليهم من أجل استغلالهم واستعبادهم كما مضى، وتحقيق حلم الصهاينة في دولة إسرائيل الكبرى وإعادة أمجاد مملكة سليمان، وخوض الملاحم كما في سالف الزمن، حروب طاحنة بين البشر والجان. عندها ربما لن يكون من الفانتازيا أن يمتلك كل واحد منا بديلا للهاتف النقال قمقم صغير فيه عفريت من الجان. لنستكمل الموضوع سوية في نقاشاتنا والتعليق وإبداء الرأي أحبة المتابعين، ولا تنسوا الاشتراك إن عجبكم الفيديو ليصلكم كل جديد ومفيد وممتع وحصري. شكرا لكم.